بس العاشرة مساء حاتم خيري ومصورنا والكاميرا اتاخدت والشرايط اتاخدت. والحقيقة تم احتجاز مصورنا لأكثر من ساعة ونص، حوالي ساعتين إلا تلت، في إحدى الجراجات في وسط البلد بمساعي كبيرة جدا وبمحاولات مضنية إنه يعني لتوصيل الرسالة اللي محتواها إنه الإعلام والصحافة ليسوا جزء من الحدث، هم مشاهدين للحدث، هم ناقلين للحدث. وطبعا الحجة دي الحقيقة كمان حجة مش مقنعة لبعض الجهات. صحيح ان هم في اخر المطاف وبعد ساعات طويلة رجعوا الكاميرا اللي في الاول قالوا دي كاميرا المديرية، في حالة انكار قاطع انه دي كاميرا العاشرة مساء او كاميرا دريم. رجعوا لنا الكاميرا، بس طبعا الشرائط صدرت بشكل كامل. الشرايط اللي عليها صور واللي ما عليهاش صور، اي حاجه فيها شريط وبيلف اتاخدت. ده ما منعش ان هم يرحلوا عشرات وعشرات من الناشطين، انما برضه جبنا الصور. في النهايه جزء من شغلتنا وجزء من حق الناس علينا ان هي تعرف ايه اللي حصل. يعني يمكن يكونوا اللي تواجدوا النهارده مجموعه من المئات، انما في النهايه ده شيء حصل، دول شباب موجودين، حصل انه كان في استنفار امني، حصل يعني بما ان الشيء حدث في الشارع وكان في اعلان وتنويه وتنبيه عنه له ماضي، ما نقدرش نتجاهل انه الحركه دي في يوم من الايام كادت ان هي تغير وجه من اوجه مصر في المحله. فبالتالي هنعرض لحضراتكم تقرير مصور فيه ما استطعنا ان نجمعه من صور للمشاهد عشان يفهم ابعاد الموقف من الالف الى الياء. حملة اعتقالات واسعة شهدتها منطقة وسط البلد بسبب مظاهرات ذكرى إضراب السادس من إبريل، التي شارك فيها عشرات من الناشطين السياسيين من حركة شباب 6 إبريل وحركة كفاية، مطالبين بإصلاح دستوري وسياسي لتشهد المنطقة تواجدا أمنيا مكثفا وسط حضور قيادي من ضباط الشرطة. كان من المخطط للمظاهرة حسب الأنباء أن تبدأ بمسيرة احتجاجية في ميدان التحرير، إلا أن المظاهرة اقتصرت بجوار مجلس الشورى ليتم القبض على حوالي 50 متظاهرا، كما تمت مصادرة كاميرات وسائل الإعلام. مش ماشيين حتى لو جابوا لنا مين، إحياء ذكرى إضراب السادس من إبريل شهدت ذات التواجد وذات التعامل الأمني في منطقة ميدان طلعت حرب، حيث طوقت قوات الأمن المنطقة المحيطة بحزب الغد لتمنع دكتور نور الرئيس السابق لحزب الغد من القيام بمسيرة احتجاجية إلى ميدان التحرير. القبض على أعضاء حزب شرعي من الشارع بلا جريمة، هذا دليل أن الدولة البوليسية تدير مصر على هواها بلا أي سند من القانون، بلا أي منطق، بلا أي عقل. كان دكتور أيمن نور قد عقد مؤتمرا قبل نزوله إلى الشارع للقيام بمسيرة احتجاجية إلى ميدان التحرير، أعلن فيه عن مفردات برنامج انتخابي. هو في برنامجين، برنامج المرحلة انتقالية مدتها 24 شهر محددين فيها جدول زمني لعدد من الإصلاحات، من بينها تعديل الدستور وإلغاء القوانين الاستثنائية والسماح للأحزاب بالقيام والصحف وغيره وغيره وغيره، وطبعا إطلاق حرية كافة المعتقلين السياسيين. أيضا هناك جزء آخر خاص بالبرنامج لمدة 6 سنوات، وهو مجموعة ترتيبات إصلاحية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. كما شهدت نقابة المحامين وقفة احتجاجية لناشطين سياسيين من حركة 6 إبريل ومحامين، طالب فيها المتظاهرون بالإصلاح الدستوري والإشراف القضائي على الانتخابات. عامان مر على إضراب السادس من إبريل، وما زالت القوى السياسية في مصر تستغل ذكراه للتعبير عن مطالبها، لتأتي ذكراه هذا العام وسط استعدادات أمنية بالغة الصرامة. حاتم خيري، العاشرة مساء.